صباح الخير. يا صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى نزلت السوق، قلت كنت عايزه اجيب فراخ عشان اشوي فراخ. فقلت بالمره بقى اجيب ايه شويه خضار معايا وانا تحت. جبت بقى الخضار. الاسعار النهارده يعني كويسه، يعني عشان سوق بقى وكده، فالاسعار نازله شويه. جبت العنب الكيلو ب15 جنيه، والفلفل الكيلو ربع ب10، الكيلو ب8، والكوسة ب10 جنيه. الكوسة أنا كنت جايباها من حوالي 4 أيام كده، كانت ب15 جنيه، لا النهاردة ب10 جنيه. اللهم صل والخيار صغير خالص، الكيلو ب8، كيلو ربع ب10. أسعار حلوة النهاردة يعني بصراحة. وربطة الكزبرة دي ب2 جنيه. والطماطم الكيلو ربع ب15، الكيلو ب12 جنيه. حلوة جامدة يعني، صغيرة بس جامدة. فانا جبت فراخ بقى عشان اشويها. عايزة اشوي بقى الفحم في البلكونة، فقلت اجيب بالمرة بقى الفراخ. دخلت كده تبلت الفراخ. ما وريتكمش التتبيلة بقى، فانا حطيت جبت كيس تتبيلة فراخ، وحطيت فلفل اسمر وشطة وبابريكا، ولهم صل على سيدنا محمد، وكزبرة ناشفة، قرن فلفل وطماطمتين، وضربت كله مع بعضه في الخلاط. وتبلت الفراخ بقى كده وحطيتها في التلاجة على مشوي بقى. هشوف بقى هعمل سلطة. اللهم صل على سيدنا محمد. سلطة طماطم مشوية وفلفل مشوي بالمرة في الشواية كده. بشوي شوية فلفل وشوية طماطم. آه بيبقى طبق سلطة جميل يعني. طلعت ولعت الشواية بقى في البلكونة. ودلوقتي بقت النار ما شاء الله قربت بقى كده، هفرد النار بس مش هحط الفراخ الا لما الدخان بتاع الشوي يتظبط. كده وقفت في البلكونة بقى كده. احنا شارعنا بقى كله مدارس، الشارع كله من الاول كده لغاية الاخر مدارس. وما شاء الله قدامنا بقى الزرع اللي في المدارس بقى، خضرة وزرع، منظر جميل. فقلت بقى ايه، الفراخ كده تبلت بقى حوالي 3 ساعات. فاحط بقى ايه افرد بقى الفحم كده، واحط الشواية بالشبكة يتشوي كده. ما شاء الله بقى البلكونة الجو جميل، ولا حر ولا برد، جو حلو. رحت اتسلى بقى كده واعمل واشوي بقى. ودخلت عملت رز ريزو، رز خلطة بالكبد والقوانص. سبته على النار وهديت النار عليه بقى، وحشو الفراخ. انتوا عاملين ايه يا احلى متابعين؟ شكرا على التعليقات بتاعتكم، وشكرا على كل اللي بيشترك معايا، كل المشتركين معايا الف شكر ليكم. ربنا يخليكم ليا يا رب. انا طبعا والله بجد يعني بشكركم، لان انا كل يوم ما شاء الله في مشتركين جداد كده. بشكركم بشكركم بجد والله. ان شاء الله كده يا رب قناتي تتفعل، ادعولي يا رب. اللهم امين. كده الفحم خلاص بقى كده. دخلت جبت الفراخ وحطيت التتبيله بتاع اللي هو التتبيله ديت على الوش كده. ما شاء الله يعني الفراخ هي كبيرة بقى، الفراخ كبار الوراك، بس انا بقى ايه دقاهم كده وعاملة كسرة المفصل بتاع الوراك. وبقى ما شاء الله يعني النار حلوة عالية وحلوة هادية كده. يعني هي خلاص ولعت كده، بس الصهد بتاعها جامد. فبعمل سلطة بقى بالخضار ده. فقلبتها على الناحيتين ما شاء الله بقى، يعني ايه السوا بتاعها جميل كده. خلاص قربت تستوي خالص، لانها
النار بقى كده هدت، بقت حلوة. وارش عليها بقى كده، عاملة تتبيلة كده لرش الفراخ كده. فلفل اسود مع بابريكا مع آه، ضربهم في الخلاط مع بعض كده، مع شوية ملح مع كده، واعمل بقى ايه، تبقى الفراخ طرية بقى. بعد ما وهي بتستوي كده برش عليها بالمعلقة كده وهي على الشواية، بتبقى طرية جميلة كده. عملت خيار بقى، قطعت خيار صغير وزبادي. اعمل سلطة زبادي. سلطة زبادي بالخيار دي بتبقى هادية وبتخلي المعدة ما شاء الله جميلة، طعمها بيبقى جميل اوي. وعملت طحينة برضو بالزبادي، دي سلطة يعني. كده ما شاء الله الفراخ بقى كده، جينا عشان احط الاكل اهوت. وعملت رز ما شاء الله، رز خلطة بالكبد والقوانص، وسلطة وطحينة وزبادي بالخيار. وتفضلوا بقى معانا الغدا.